جرائم بقت بتحصل في عز الظهر من ناس كبيرة بيقتلوا أطفال، وأم بتنتقم من بنت عشان خاطر اتخانق مع بنتها. ايه اللي حصل بالظبط في المدرسة بتاع الشروق مع البنت؟ يلا بينا نشوف. امبارح صحينا كلنا على الصورة بتاعت البنت دي واللي تم قتلها بدم بارد من أم لولد في المدرسة بتاعتها. القصة بتقول إن البنت اتخانقت مع الولد ده فشدوا مع بعض، فايه الولد راح اشتكى لامه: يا ماما البنت دي مثلا ايه زعلتني، او البنت دي ضايقتني واتخانقنا معاها. فبدل ما الام تروح تشتكي مثلا في المدرسه، او تشتكي المدرسين، او تشتكي المدير، او تشتكي الاخصائيه، لا، خدت القرار مع نفسها ان هي تخلص من البنت وتخلص عليها تماما. البنت طبعا كانت خارجه من المدرسه ساعه الظهر تقريبا، فالام ايه بالعربيه طلعت جري وراحت دايسه على البنت، وداست للاسف على دماغها. طبعا البنت يا عيني دمها ساح في الارض، والفيديوهات او الصور كانت ايه مبينه الكلام ده. فالايه الست سابت الايه الوضع ده كله ومشيت. الحكومه او الشرطه قبضت عليها فعلا واعترفت بالجريمه اللي هي عملتها، بس طبعا خلاص كانت ايه حياه البنت ضاعت، وابوها طبعا حزن عليها بسبب بنته اللي حياتها اتدمرت، او بمعنى اصح فقدت حياتها. وانا هنا عايز اسال سؤال: هو احنا ليه بقينا كده تاني؟ يعني إيه اللي حصل لنا بالظبط؟ ليه ما بقاش عندنا عقل ان احنا نميز اللي احنا بنعمله، او نفكر هل ده يرضي ربنا او ما يرضيش ربنا؟ ليه بقينا اسهل حاجه عندنا ان احنا نخلص على بعض، او نفضح بعض، او نشنع على بعض، او نسب بعض؟ ليه ما بقيناش عندنا يعني حق الجار زي ما بيقولوا؟ كلنا كنا اطفال وكنا بنتخانق مع اصحابنا، وكنا بنضرب ونتضرب ونشتم ونتشتم، ومع ذلك كنا ايه لما حتى نشتكي لاهالينا بيروحوا لايه للمدرسين او بيروحوا للمديرين وايه ويحلوا المشكله ودي. حتى لو اتخانقنا مع بعضينا كاهل، ممكن شوارع تتخانق مع بعض، وممكن اهالي يتخانقوا مع بعض، لكن عمرها ما وصلت ان ممكن واحد يفكر ان هو يقتل واحد. خصوصا ان احنا مش مجرمين، يعني اللي بيحصل ده مش بيحصل من مجرمين او بلطجيه، ده ناس عاديين. يعني مثلا زمان كنا نقول اه يا عم ده بلطجي خليك بعيد عنه، اه يا عم ده مجرم خليك بعيد عنه. لا، ده النهارده بقت اشخاص عاديين، وممكن يبقى جنبك في المسجد، يعني ممكن تلاقيه مثلا كان جنبك بيصلي معاك في المسجد، وبكره الصبح تلاقيه بيقتلك او بيقتل واحد تاني. فايه اللي حصل بالظبط؟ هل ما بقاش فيه دين؟ هل ما بقاش فيه تربيه بجد؟ هل التلفزيون، بلاش تلفزيون، هل الموبايلات اثرت على دماغنا وخلتنا احنا ايه اسرى للموبايل واللي بيحصل في الموبايل، واسهل حاجه عندنا ان احنا ايه نعمل جريمه ونقتل بعضينا بدم بارد؟ انا والله مش عارف، انا بس عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات احنا ايه اللي وصلنا للحاله دي من الاجرام، او من الحاله دي من غياب الدين وغياب العقل وغياب التربيه. احنا يعني ما كناش كده زي ما بيقولوا، احنا يعني دايما الناس تقول لك ده شعب متدين بطبعه. احنا دلوقتي ولا دين ولا تربيه ولا اخلاق. ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني هنقول ايه؟ الله يرحم البنت اللي ماتت ويصبر ابوها على فراقها، ونقول ويجازي اللي عمل كده ويجازي اللي كان السبب. ماشي، بس احنا عايزين يا جماعه يعني ايه ننور لمبه حمراء كده، يعني ان احنا في خطر، لان الجرائم دي بدات تزيد كتير قوي، ما بقتش سهله. كام يوم جرائم اغتصاب، وجرائم انتهاك، وجرائم جرائم تعدي، وي 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 الناس ما اعرفش بقى ايه مشكلتها بالظبط. هل محطوط لنا حاجه في الميه؟ هل بناكل اكل بيصير غرايزنا الحيوانيه بيخلينا نغتصب بعض او نقتل بعض؟ انا مش عارف بالظبط والله. فاكتبوا لي في الكومنتات يعني ايه اللي احنا وصلنا له ده، وازاي نقدر نحل المشكله دي عشان يعني الظاهره ما تتفاقمش، وبكره الصبح نلاقي بعد كده كل واحد يصحى من النوم، او اللي يصحى الاول يعني يقتل اللي صحي متاخر، عشان صحي متاخر وما صحيش بدري ياكل عيش. مش عايز اقول يعني لو عجبك الفيديو، لان بصراحه الفيديو انا حزين، انا بتكلم وانا حزين، بس لو الفيديو عجبك يعني ما تنساش برضو تشيره، ماشي، عشان برضو ايه الفايدة تعم، ونشوف حل للظاهرة دي، ونشوف ازاي نقدر نحلها عشان الجرائم دي ما تنتشرش بالشكل اللي احنا شايفينه ده.